قال والتزام طاعته. المقصود بالتزام طاعة النبي صلى الله عليه وسلم اعتقاد التكليف والوجوب. اعتقاد التكليف والوجوب يعني هذا قدر لا بد منه في كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعتقد أنك مخاطب وملزم وأنك مكلف بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في الأمور المستحبة هناك قدر واجب، أن تعتقد أن هذا كمال وخير وهدى ووصل إلى محبة الله عز وجل. كل شيء في هذه الشريعة حتى ولو كان مستحبا ففيه قدر عقدي واجب، أن تعتقد أنك مخاطب ومكلف وأن هذا خير وهدى، وأن اجتناب هذا الأمر والتجافي عنه والاستكبار عنه أن هذا لا يجوز لك. هذه قضايا عقدية لا بد منها. إذن قد يقصر الإنسان في فعل بعض ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه فلا يكفر، إنما يكون عاصيا، لكن القدر الذي لا يسامح فيه الالتزام، اعتقاد التكليف والخطاب والإيجاب في الواجبات، أنه ملزم، وأن هذا أنا خطبت به وكلفت به، هذا قدر لا تسامح فيه. خذ مثلا رجل يحلق لحيته، وحلق اللحية حرام، والأدلة في هذا متعددة، لكنه يقول أنا أعرف أنني عاصي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وجه خطابه إلى الأمة، وأنا ممن توجه إليه الخطاب، أنا ملزم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية وتكثير اللحية، هذا خطاب يتوجه إليه، أنا ملزم بهذا، لكن الشيطان واستغفر الله ولعل الله يتوب علي إلى آخره، تجد أن هذا الرجل ماذا؟ ملتزم بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعتقد ماذا؟ أنه مخاطب ومكلف، وأنه عاص إذا ترك، بخلاف شخص يقول أنا لا يلزمني أصلا، هذا خطاب لغيري، أنتم عليكم أما أنا لا يلزمني. ماذا نقول؟ أجيبوا يا جماعة، ما حكم هذا الإنسان؟ من لم يلتزم طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كافر. وهذا ما يقع من بعض الناس، ولا سيما من غلاة الصوفية الذين يعتقدون أن من ارتفع إلى ما يسمونه درجة اليقين فإنه يرفع عنه ماذا؟ التكليف، يصبح غير مخاطب غير مكلف، فلا يلتزم بالطاعة، لا يصلي ويقول الصلاة تجب ماذا؟ عليكم أنتم، أما أنا وصلت. يقول إيش؟ وصلت، نعم وصل، ولكن إلى سقر، وصل إلى حمأة الكفر والعياذ بالله. إنما القدر الذي لا يسامح فيه الإنسان التزام طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قضية من الأهمية بمكان التنبيه عليها يا أخوته. لست مخيرا في أن تقول أنا مكلف أو لست مكلف، أنا مذعن أو لست مذعنا للنبي عليه الصلاة والسلام، لست مكلفا، بما أنك منضوي تحت لواء شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب عليك وجوبا أن تلتزم طاعته عليه الصلاة والسلام. والتقصير في العمل حكم آخر مع الالتزام، من قصر في العمل مع كونه ملتزما بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا فهذا هو المسلم العاصي. أما الذي يستكبر ويتعالى ولا يلتزم طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه قد نقض إسلامه. الذي يعتقد أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم موجه إلى غيره وليس موجها إليه مع أنه يتناوله، هذا لا شك أنه ملتزم، وهذا الالتزام لا بد منه. وهذا هو
ما يفسر به شرط القبول في شروط لا إله إلا الله: العلم واليقين والقبول. القبول يعني لا بد أن تكون ملتزما طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، معتقدا التكليف، معتقدا أنك مخاطب وأنه وجه عليك الأمر وأنك داخل في هذا التكليف. ثم بعد ذلك من وفقه الله عز وجل إلى العمل والمبادرة إلى الطاعة، فهذا لا شك هو الذي قد فعل ما أوجب الله عليه. ومن قصر في العمل فإنه بحسب تقصيره. أما هذا القدر الاعتقادي فإنه واجب حتمي لا خيار فيه.